أصدقائي وصديقاتي، مرحبا بكم عاوتاني في لاشين ديال قصص هنادي. اليوم جيتكم بواحد القصة نقعة وإن شاء الله كنتمنى أنها تعجبكم. قبل ما نبداو كنطلبكم فضلا وليس أمرا ديروا لي أبوني اشتراك وديروا لي شي لايك وشي كومونتير زوين بحال وجهكم باش تشجعوني بقى لكم ديما الجديد. وعلى بركة الله نبداو القصة ديالنا. في محكمة الأسرة لمدينة الدار البيضاء كانت واقفة وعينيها مغرغرين بالدموع كيسولها القاضي واش ما كايناش شي فرصة للصلح. هي هزات راسها بالله. القاضي تفضلي وقعي. قربات لعندو وهي كترعد، خدات من عنده ستيلو وقعت على الوراق ديال الطلاق ديالها وخرجت من هذيك القاعة وهي منهارة كتفكر كاع هاد المده اللي دوزاتها وهي على الذمه ديال واحد الراجل اللي ما عرفاتش فين تصنفو. وقفات قدام المحكمه وهي مصدومه وما عارفاش حتى فين تصد. اما الزوج ديالها فكان ديجا وقع على الوراق ديال الطلاق وسافر لألمانيا. كان باقي غير التوقيع ديالها بحكم انها كانت مشغوله شويه بالخدمه ديالها. خرجت وهي محطمه وكتفكر هاد 6 شهور الاخيره اللي عاشتها في العذاب. كانت كتشوف الويل كل نهار وكتفكر كيف كانت وكيف ولات. هي اللي كانت بحال شي ورده مفتحه ودابا دبالت. شهرزاد يا شهرزاد في عمرها 25 سنه، فتاة في قمة الجمال والرقة والطيبوبة. نوصفها لكم، كانت طويلة تكون فيها 1.70 متر تقريبا، شعرها طويل وزعر وعويناتها خضر، البشرة ديالها بيضاء وصافية كتقول القمر هبط وانا نجلس في بلاصتك. كانت كتنتمي لأسرة ميسورة الحال. باها عنده بازارات في المدينة القديمة وهي كان عندها ماستر في الاقتصاد، وكانت خدامة قبل الزواج في واحد الشركة اللي كان براتب محترم اللي خول ليها انها تشري السيارة ديالها وتدفع في لابارتمون ديالها بعرق كتافها بلا ما تعول على باها. كانت كتصرف على راسها واخا ما محتاجاش اصلا الخدمة. نديروا واحد الفلاش باك باش نعرفوا اشنو وقع في هاد 6 شهور وعلاش كانت كتبكي. قبل 7 أشهر جا عندها الاب ديالها وعلمها بلي جاوها الخطاب. كان ابن صديق ورفيق دربو اللي شافها وبغاها لولدو. اتفقوا الرجال غير بيناتهم وهي بعد اخذ ورد مع باها عاد وافقات واخا مازال ما شافتوش. كان قال لها بلي غادي يديروا غير خطبه تعرف عليه ولا اتفقوا يزيدهم غير الخير. هي اصلا الزواج ما كانش داخل في المخططات ديالها، ولكن ما بغاش تحشم باها مع صديقه. جا النهار ديال الخطبه وكانت هذيك هي اول مره كتشوف فيها احمد. ما تنكرش انها ملي شافته كان عجبها، كان نوعها المفضل. ولكن اللي ما كانتش عارفاه شهرزاد هو ان احمد اصلا حتى هو ما كانش باغي هاد الزواج، وكان غير داير الخاطر لباه. وحتى الا تزوج بها ما غيطولش معها وغيطلقها بحكم انه ديجا عنده شي صاحبته المانيه اللي كيبغيها واللي غيسول علاش اللي ما تزوجش بصاحبته. فهي اللي كانت رافضه موضوع ديال الزواج. القول هكاك عقليتهم مختلفه علينا. كانت كتفضل تبقى معاه غير هكاك، ملي يكون معاها في المانيا راها معاه وملي كيسافر راها مع واحد اخر بلا العلم ديالو بطبيعه الحال. نهار الخطبه تلاقاو احمد وشهرزاد. هي اللي كانت حشمانه ومهبطه راسها، اما هو ما نطق بحتى شي كلمه. كيشوف فيها مخنزر وما عاجبو حال. نطق باه وقال للوالد ديال شهرزاد ايوا السي الحاج راك عارف سر الزياره وحنا اصلا حباب وصحاب وهذه فرصه نوليو عائله وخيرنا ما يديه غيرنا. نطق باها وهو ما قاده فرحه. ايوا ما قلتي عيبه صاحبي، ولكن تشاوروا مع البنيه ولا وافقات من زيدكم غير الخير. وخا كيقول المثال شاورها ولا دير بريها. وبدا كيضحك بتقاله. اما احمد فكان كيشوف هاد المهزله وهاد السيد اللي باغي يلصق بنته لاي واحد جا في الطريق وصافي. ولكن هو ما كانش عارف العقليه ديال الاب ديالها وما كانش عارف حقيقه الوضع ديال هذيك الجلسه. حضرات راسها وحشمات ومشات كتجري لبيتها. وهنا عرفوها موافقه. نتقباها ايوا السكوت علامه الرضا. جاوبوا الاب ديال احمد ايوا نقراو الفاتحه. دازوا الايام ووصل النهار ديال العرس. هي اللي هاد المده كامله عمرها ما تلاقات باحمد ولا سمعت حتى صوته، حتى من نمره التليفون ديالو ما عطاهاش ليها. ما عرفاش حتى الذوق ديالو، اش كيبغي اش ما كيبغيش، اش قاري اش كيدير في حياته. هي اللي عارفاه انه فقط عجبها من النظره الاولى وما بغاتش تخسر الخاطر الوالد ديالها. وبحكم انها ديجا حتى هي كتعرف الاب ديال احمد وعارفاه رجل صالح
فقالت اكيد ان ولده غيكون بحاله. جا النهار ديال العرس، جا معطل للعرس وهي كانت كتحس به غير كيخنزر فيها وساكت وما كيهضرش معاها كاع وما حاملش الوضع، بحال غير مساير الوقت وصافي. حتى ملي بغاو يبرز حداها رفض وداز داك العرس غير باش ما عطا الله وصافي. وصلت الوقت ديال الفراق وتوادعات مع الاهل ديالها، هزات لي فاليز ديالها ودارتهم في السياره ديالو، هو اللي منزلش حتى باش يهز معاها الثقل. ركبات حداه وانطلقوا للمجهول، ما عارفاش حتى فين غادا تصدم. وفي لحظه بدا كيتنادم معها الحال على هاد الزواج، كتقول في راسها ياك ما تسرعت، حيت كان الطريق كامله وهو ساكت ومخنزر وما عاجبو حتى شي حال. وصلوا لواحد الشقه اللي كانت فاخره في حي راقي، هبط من السياره وهي تابعه ومضاربه غير مع الشوانط. شهرزاد واش ما غتعاونيش؟ احمد شاف فيها كيطلع ويهبط فيها وقال ما قلتش لك جيبي داركم كامله معاك، وهز ليها وحده من لي فاليز بالنطره وطلع في لاسانسور. خنزرات فيه وما عجبهاش الطريقه باش هضر معاها، غير دخلوا للشقه وهو يتسيف عليها. انطق وهو كيشوف فيها وعينيه حمرين. سمعي نقول لك هاد الهضره، انا ما باغي لا زواج لا ولاد، هاد المسرحيه كامله تفرضات عليا وانتي كيف المونيكا اللي كيحركها مولاها قبلتي حتى بلا ما تعرفيني. شهرزاد انا قاطعه وما خلاهاش تكمل. دابا الحل الوحيد اللي عندنا هو دوزي معايا هنا 6 شهور ومن بعد كل واحد يمشي لحال سبيله. انا ما غنمنعكش الا بغيتي تخرجي ولا بغيتي تخدمي ولا دبري راسك حياتك هذيك، ما كيهمنيش، ولكن ما تدخلي فيا ما ندخل فيك، ما تقيسيني ما نقيسك. عندي صديقه وكنبغيها ومره غادا تعود تجي لهنايا ملي تجي المغرب، وانتي من الاحسن ليك والسمعه ديالك سكتي وما تقولي والو، مفاهمين؟ صدمات في هاد الوجه اللي بين ليها دابا والدموع تحجروا في عينيها. شهرزاد على الاقل كنتي تعلمني وتقولها ليا، وانت حتى التليفون ما عطيتيهش ليا، كون علمتيني ما كنتش غنقبل بهذا الشيء كامل. وحتى انا الوالد ديالي هو اللي فرض عليا هذا الشيء، انا اصلا ما باغاش نتزوج دابا حيت مازال باغا نحقق ذاتي. وملي هكا واخا انا غادا نرجع خدمتي وعندي حتى الشقه ديالي، لا بغيتي انا غنمشي ليها من دابا، ومريضنا ما عنده باس. احمد ما عندك فين تمشي، غتبقاي هنا حتى دوز 6 شهور بسلام، حيت العائله غيبغيو يجيو لعندنا. شهرزاد موافقه ولكن بشرط ما تجيبش ليا ديك صاحبتك هنايا، على الاقل احترم الحرمه ديال الزواج واخا ماشي حقيقي. احمد دابا تفهمنا، يلا بسلامه امراتي العزيزه، انا خارج عند لارا. دوزات هذيك 6 شهور كلها في العذاب وهي كتشوف الراجل اللي تحركوا ليه المشاعر ديالها من النهار الاول مع وحده اخرى. تحركوا ليها المشاعر ديالها وعشقاته. تمنات كون كان الزواج منه حقيقي، هو اللي مره بايت في الدار مره بايت على برا، ومره كان كيزعم وكيجيب لارا حتى للدار ملي كيكون سكران، حيت الا مشى لوطيل يقدر يشوفوا شي حد وتوصل لباه وما غاديش يعجبو الحال وهو ما باغيش يصدمو. استحملات الاهانات اللي كانت كتوجه ليها لارا ملي كانت كتجي معاه للدار، حتى قررت انها تمشي تستقر في الشقه ديالها من بعد 5 شهور وتطلب منه الطلاق. وصلت الدعوه ديال الطلاق للدار. في الاول بقى فيه الحال عليها شي شويه، بحال تنادم معاه الحال، حيت ما ينكرش انها حتى هي كانت كتعجبو. هي بنت هادئه وبشوشه وعمره ما شاف معاها العيب، ولكن ما عنده ما يدير، ما يمكنش يخلي لاغا. سنى على الوراق ديال الطلاق وخلى ليها بلاصه ديال السيناتور ديالها حتى حضرات بنفسها المحكمه. في ديك الوقت هو كان رجع لألمانيا مع لارا وهي انغمست مع الحياه والمشاغل ديالها. نهايه الفلاش باك. خرجت من المحكمه وحلات الصدفه ديال الشميز اللي كانت لابسه، حيت تخنقات وبدات كتبكي وكتقول ما بكيت، عارفه راسها غادا تعذب ولكن خاصه تقوي راسها حيت ما كاينش اللي غيقويها دابا. علمات الوالد ديالها بلي طلقات وبلي ما تفاهموش. في الاول تعصب عليها ولكن من بعد تقبل الموضوع وتمنى لها غير الخير، ما عنده ما يدير، راه الاب ديالها وباغي لها غير مصلحتها. بغاها تسكن معاهم في الرياض ولكن اصرات باش تمشي للشقه ديالها وطلباتو يحترم الخصوصيه ديالها وقرارها ويخليها تبني مستقبلها. رجعت لحياتها الطبيعيه والروتينيه وقررت انها دير شي مشروع. دير علاش ترجع؟ طاحت وناضت مازال، وكانت متبعه في نفس الوقت مع طبيب نفساني لانها كانت محطمه من العلاقه اللي خرجت منها. داكشي اللي داز عليها راه ماشي ساهل. اما احمد فين هو احمد؟ كان عايش الحياه مع لارا اللي كانت لاصقه فيه غير على قبل فلوسه، حتى جا النهار اللي لقاها كتخونو في فراش ومع واحد اخر.
تصدم وما تقبلش الفكرة أنها تخونه. من بعد العلاقة اللي دامت لمدة 5 سنوات، بعد مرور 3 سنوات، شهرزاد اللي كانت عاد مزيانت وعمرات ونورات جالسة في واحد المكتب كبير وكلاس، وواقفة عليها المساعدة ديالها كتسني لها في شي ملفات، لابسة واحد لاجيب ديال الكوير في الكحل ولاصقه عليها، ولا فيست في الاسود حتى هي ديال الثوب عادي كتجي كلاس، ودي طالون في البيد ديال لوبوتا، شعرها طالقاه على طولته واصل ليها الخصر ديالها الممشوق، ودايره ميكاب خفيف وغوجاليف في الاحمر. اراك من بعيد، الا شفتيها من بعيد كتبان لك امراه فولاديه وقاصحه وصارمه، ولكن الا عرفتوها عن قرب غتعرفوا شحال هي انسانه رقيقه وكتبغي دير غير الخير. هاد السنين ما زادوها غير نضج وجمال وقوه. دارت بروجي ديالها، في الحقيقه كان عاونها الاب ديالها في الاول في الراس مال، ولكن غير بدات كتدخل فلوس ردات ليه الفلوس ديالو كاملين، والمشروع ديالها كان ناجح. كانت دارت شركه ديال تصدير الخضر لاوروبا، والسلعه ديالها كيتضرب بها المثل في الكاليتي. خدات الارض ديال الاب ديالها واستغلاتها في الزراعه ديال الخضر، وفي ظرف سنه كانت تصدرات المراتب الاولى في تصدير الخضر من المغرب، وكل شيء كيسميها المزارعه الصغيره. الى حققتوا في البيرو اللي جالسه فيه غتلقاو الصوره ديالها هي والاب ديالها والام ديالها، وكاينه واحد التصويره صغيره في الجنب ديالها هي واحمد ملي كانوا في العرس. كانت احتفظت بهذيك الصوره الوحيده فقط للذكرى، حيت ما قدرتش تنساه، وكل ليله كانت كتفكر كيف عاشت معاه ديك المده بلا ما ينتبه ولو للحظه واحده لحبها ليه. نمشيو لبلاصه اخرى، وبالضبط في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. هبطت واحد الطائره خاصه فاخره كان راكب فيها احمد. جات لعندو المضيفه باش تعلمو باللي يمكن ليه ينزل دابا، ما شافش فيها كاع وهبط من الطائره. لقى واحد المرسيدس كتسناه بالشيفور، طلع فيها وقلع على القصر ديال العائله. اكيد بغيتو تعرفوا فين كان هاد الوقت كامل، وديروا لايك واشتركوا في القناه، ويلا نبداو الاحداث ديال القصه ديالنا. وصل للقصر ديال العائله اللي كان واسع وكبير، تحلوا البيبان وكتشوفوا غير الخضوره في كل مكان ولي فونتين لعلك ترضى. لقى الام والاب ديالو واختو الصغيره وراجلها كيتسناوه قدام الباب، وماماه كتبكي من الفرحه. وعلاش لي ما تبكيش وهي 3 سنين ما شافت ولدها؟ كبتها. هبط من السياره كان لابس كوستيم في الاسود كلاس، جاه قتال ولا يحفوق منه واحد السلهام ديال السوسدي نواغ، جا كيحمق وشاد السبحه في يديه، مخلي اللحيه كحله كيف الظلام وفيها بعض الشعيرات في الابيض، بحكم انه بدا كيطل على الاربعينات. دابا راه عنده 38 عام، رجل طويل وكتافو نيت ديال داك السلهام اللي لابس، عويناتو كحلين. هاد السنين خلاتو نضج ودار عقلو كتر. من بعد ما تفارق مع لارا كانت حياته صافي غاديه للهاويه. كان صايق واحد المره السياره ديالو وهو في واحد ليطا اللي ما كتعجبش، كان سكران وضارب جميع الموبقات. خرج من واحد الكلوب وهو كيعربط وكيغوت على ودا داكشي اللي كان وقع ليه مع لارا لانها خانته. ركب في السياره ديالو كان متجه للدار، فاذا به دار واحد الحادثه سير اللي مميته خلاتو يدخل كوما شهر كامل، حتى كانوا غيفصلوا عليه لي زاباراي ويخليوه يموت ويرتاح باش ما يبقاش معذب. حتى جات المعجزه وفاق وتشبت بالحياه. كان كل نهار خلال فتره الكوما ديالو كيشوف شهرزاد في الاحلام ديالو، كتشدو من يديه وهو كيطلق منها، كتشدو وهو كيعاود يطلق منها. كل نهار كانت كتكرر ديك الحلمه، فين ما كتبغي تشدو من يديه كيطلق منها وكينهارها. حتى جا النهار اللي مدات ليه يديها وشد فيها، شدها ومعاودش تطلقها، وكان هو هذاك النهار اللي فاق فيه من الكوما. كانت بمثابة المنقذ ديالو. من بعد ما فاق كان مشى عند واحد الامام ديال الجامع وسولو على هاد الرؤى اللي كانوا كيجيوه في الكوما، وعاود ليه على القصه كامله ديال هذيك السيده اللي كان كيشوف في المنام. قال له الامام ملي تقدر تكون تعديتي على هاد البنت اولا يكون قلبها محروق من جهتك، قلب عليها وحاول انك تطلب السماحه منها واتجه لطريق الله. فعلا احمد تبدل وحياته تقلبت 180 درجه، مشى للحج ولا رجل مستقيم، الصلاه في الوقت والصيام الاثنين والخميس، وعاد التبرعات اللي كيدير للجمعيات. يعني الراجل تقلب. من بعد ما كان ما كيسحاش
وما كيعرفش حتى القبله فين كاينه. بقات ليه حاجه وحده، هي يقلب على شهرزاد ويطلب منها السماحه، ولما لا وترجع ليه كاع. كانت كتزور الاحلام ديالو ديما وكيشوفها في صوره غزاله بزاف، ما ينكرش انها تسلات القلب بلا اذن وبغاها فيما يرضي الله، ولكن خايف يلقاها تزوجات او تعرفت على شي حد غيره في هاد المده، او لا تكون ببساطه نساتو كاع. هبط من السياره ديالو بكل نخوه ومشى سلم على الاب والام ديالو اللي استقبلوه بحراره وهما كيبكيو من الفرحه. سلم على اخته وضرب ليها على راسها. احمد انتي امتى غتولدي؟ وليتي بحال شي بعويده. ضحكات الاخت ديالو وقالت مريم ان شاء الله اخويا قريب، غير دعي معايا. احمد اي والله يفكك على خير ان شاء الله. سلم على الزوج ديالها ودخلوا باش يتغداو. من بعد الغدا شاف احمد الجهه ديال الاب ديالو وقال الوالد بغيتك واحد شويه الله يجازيك بخير. الاب ديالو ايها ولدي. دخلوا المكتب اللي كان كل عود اصيل، الا دخلتي ليه يحسب لك غير شي مكتبه فيه الاف ديال الكتب والمراجع. جلسوا في الفوتي ونطق احمد ما كاين ما نخبي عليك الوالد، انت عارف اش وقع ليا في المانيا والكومه اللي دخلت فيها. كنت استشرت مع واحد الامام وقال لي باللي يمكن خاصني نطلب السماح من ديك بنت الناس. الاب شكون ولدي؟ على من كتهضر؟ احمد على شهرزاد. الاب ايوا ولدي فرطتي في ديك البنت الله يعمر ليها الدار. الحمد لله العلاقه مع الوالد ديالها ما خسراتش، واخا ما بقيناش كنشوفوا بزاف ولكن باقين على علاقه. ايوا المهم اشنو المطلوب مني دابا ولدي؟ احمد خاصني نهضر معاها وما كرهتش نعاود نجمع شملي بها. الاب ايوا ولدي هذاك هو النهار الكبير ملي نشوفك داير دارك ووليداتك. غير هو السيده كنظن انها مخطوبه، هادشي اللي سمعت. مخطوبه مشي محامي ولا شي حاجه هكا، والله اعلم. عاوتاني احمد جمع القبضه ديال يديه. كيفاش بهاد السرعه؟ الاب اش من سرعه ولدي، راه 3 سنين اللي دازت دابا. انا نشوف مع الاب ديالها الا بغيتي طلب السماحه منها وصافي، ولكن حاجه اخرى ما نضمنش لك ولدي. حضر احمد راسو بالخذلان، كيفاش دغيا نساتو؟ استغفر الله. هنا تقال الوالد ديالو ايوا ان شاء الله حتى من بعد ونجاوبك على النهار اللي مشيو فيه. الاب وعليها ولدي الله يرضي عليك والله يكملك بعقلك. احمد في هاد السنين من بعد ما ناض من الكوما قرر انه يتفرغ للعمل ديالو ويكبر الشركه ديالو اكثر. في بلاصه الشركه دابا عنده 10 وبلاصه الفيلا عنده قصور. كان رائد في التجاره العالميه و ترانسبور انترناسيونال. كرس حياته للعمل والعباده وبعد على كل المفاتن ديال الحياه. الاب ديالو ما كانش متاكد من المعلومه اللي قالوا ليه باللي شهرزاد راه تخطبات، ولكن الهضره كدور والاشاعه كذلك. هي ديما كتكون مع واحد المحامي ديالها اللي كتستشر معاه في جميع المسائل القانونيه، وفي نفس الوقت ولا الصديق ديالها. كان سميتو يحيى، شاب في الثلاثينات من عمره، وسيم حتى هو وعاطي العين. بصح كانت كتعجبو شهرزاد في البدايه لدرجه انه مشى خطبها من الوالد ديالها، ولكن هي رفضات بحجه انها ما كتفكرش في الزواج وباغيه غير تركز في مستقبلها دابا. وداكشي علاش دارت الهضره بلي راها تخطبات لشي محامي. هو ما عارضش الفكره وتفهمها وبقاو اصدقاء مقربين. ايوا جا نهار جديد كانت داخله الشركه ديالها وهي كتهلل وكتغوت في التليفون. دخلت للبيرو ديالها وحطات لا فيست في العلاقه وبدات كتنفس بهدوء. عيطات على السكرتير ديالها شهرزاد دابا جمعي لي سيرفيس لوجيستيك، خاصنا نلقاو الحل في اقرب وقت لهاد المصيبه هادي. وعيطي حتى ليحيى. مشات دارت هذاك الشيء اللي طلبات منها ودخلوا للقاعه ديال الاجتماعات وهي كتغوت. شهرزاد كيف يعقل ان الشركه ديال الشحن ديالنا دير لينا هاد الخاويه في عامره؟ نطقات واحد الموظفه مدام راه ريزيرفينا هذاك الكاميون فريغو في اسبوع قبل الشحن، وهما اللي بدلوا الراي ديالهم وخواو بينا ملي بغينا نشحنوا السلعه. شهرزاد وعلاش بالسلامه؟ اعطيني سبب. الموظفه انا سمعت باللي المنافس ديالنا عطاهم شي عرض مغري باش كرا لي كاميون ديالهم كاملين داك النهار، وباش حنايا تبقى عندنا السلعه ديالنا هنا وتخسر ونضيعوا فيها. وانت راك عارفه بلي هاد النوع من لي كاميون فريغو راهم قلالين في السوق وكيبغيو ضروري تكوني مريزيرفيه باسبوع على الاقل قبل. شهرزاد لا حول ولا قوه الا بالله. واش هاد الجبران ما باغيش يعطيني اتساع؟
تابعني في الرباح وفي الخساره. يحيى: تهدني يا شهرزاد، انا عندي واحد الحل. شافت فيه شهرزاد وساكت دوي خلاص. يحيى قال لها باللي كاينه واحد الشركه جديده حلات فرع في المغرب ديال ترونسبور، وبلي عندهم هاد النوع ديال لي كاميون، غير خاصها الكونتاكت ديال المدير باش يتدخل بنفسه في هاد العمليه، حيت هما ما كيخدموش بلا ريزيرفاسيون، واخا تجيهم في نفس النهار وتخلص ليهم بالدوبل ما يعطوكش الكاميون. شهرزاد: شوف لي موعد مع المدير دابا. يحيى: انا غنحاول نشوف موعد معاه هاد العشيه، حيت يلاه دخل المغرب شي 3 ايام دابا ويقدر يكون مشغول. شهرزاد: العشيه يحيى، العشيه، ما نعقلش عليك. خرجت من القاعه وهي نافخه ريشها وغير كتصوت. بعد عده محاولات يحيى قدر ياخذ رونديفو في العشيه مع المدير باش يتناقشوا معاه في لي كاميون لي باغين. جات العشيه، ركبت في السياره ديالها من نوع رونج روفر في البيض ومشى معاها يحيى. كانوا كيبانوا بحال شي كوبل ومفاهمين. وصلوا للمقر ديال الشركه ودخلوا، استقبلتهم السكرتيره ودخلتهم لواحد القاعه، قدمت لهم الشوكولا والماء والقهوه وبقاو كيتسناوه يدخل، وهي هادره هي ويحيى ومناقشين في شي حاجه في البيسي. حتى سمعوا الباب تحل ودخل منه الحاج، الحاج احمد بناني، راجلها السابق. ما ردتش ليه البال في الاول، شافت فيه ورجعت راسها البيسي وهي تعاود تشوف فيه بالزربه عاوتاني، طلعت عينيها بالزربه. وهنا التقاو الاعين من بعد 3 سنين وشي شهور باش ما تشوفوش. وقف مصدوم في بلاصتو، وشحال موحشها، استغفر الله في الداخل ديالو وغض البصر عليها. شهرزاد بداو لها تصدمات وقلبها بدا كيضرب في 90 ملي شافتو. استجمعت القوه ديالها وحاولت انها ما تضعفش قدامه، واخا هي في الداخل ديالها دايبه بحال شي زبده. دخل ومشى جلس في الكرسي المخصص ليه من بعد ما لقى التحيه غير من بعيد. عرفاتو على راسها وعلى يحيى بحال الا ما كتعرفوش، وهو هز فيها العين زعما من نيتك. كانوا عينيه غير على يحيى اللي جالس حداها ومقرب ليها وكيهدر بحال الا هي اكثر من علاقه عمل. سالوا الاجتماع واتفقوا على الكاميوات اللي غيعطيوهم وبثمن مثالي. خرجوا راضين على هاد الصفقه، وخصوصا شهرزاد اللي حست براسها رضات الغرور ديالها كأنثى ملي دارت راسها ما عرفاتوش. ولكن علاش ما شافش فيا لهاد الدرجه؟ ما كيحملنيش. وعلاش ما سلمش عليا على الاقل؟ علاش ما نطقش بحتى شي كلمه؟ علاش لي ما تبعنيش على الاقل غير يجي يهضر معايا؟ خرجت وهي في راسها كاع هاد التساؤلات. هو اللي غير ناضت من بلاصتها لاحظ اشنو كانت لابسه. كانت فاتنه، لابسه فستان لاصق عليها فوق الركبه في الباج، والمونطو ديالو في الماغون، وديزيسكاربان في الباج، وطالقه شعرها الاشقر اللي كان كل مره ملي كانت كتكون ناعسه في دارو كان كيتمنى انه يلمسو شي نهار. زير على دراعو فاش تفكر ملي شاف يحيى، حتى يديه على ظهرها فاش كانوا خارجين، وقال باللي اكيد غيكون هذا هو خطيبها بحكم انه قدمته ليه على اساس المحامي الشركه. بقى كيستغفر وكيطلب الله يسمح ليه حيت بقى كيتخيلها وكيفكر فيها. خرجت شهرزاد ويحيى من الشركه ديال احمد. نطق يحيى ملي شاف شهرزاد شارده: نمشيو نشربوا شي كافي؟ شهرزاد ما سمعاتوش حتى عاود الهضره. اسمح لي، لا خاصني نمشي للدار، عندي واحد الغرض. يحيى: اللي بان ليك، يلا نتلاقاو غدا في الشركه ان شاء الله، ومبروك علينا هاد الصفقه، خاصنا ضروري نحتفلوا. شهرزاد: اكيد غادي نحتفلوا. مشات شهرزاد للشقه ديالها، دخلت وهي منهاره. كيفاش رجع من بعد هاد السنين كامله وتعامل معاها بهاد البرود؟ يعني هو بصح ما كان كيحس من جهتها بوالو، غير هاد الفكره دمراتها. بقات الليل كامل في الشقه ديالها وهي غير كتفكر كيفاش تتعامل معاه، خصوصا من بعد ما سناو الكونطرا، يعني غيوليو يتلاقاو في معظم الاوقات وفي بزاف ديال لي زيفينمون اللي غيجمعوهم. جا صباح جديد وباحداث جديده، وكيف كان وعدهم احمد قدروا انهم يشارجيو السلعه ديالهم في لي كاميون ديالو، وكل شيء داز بخير. دخلت لا سكرتير عند شهرزاد اللي معمره وقتها بالخدمه. نطقات لا سكرتير: نار يا مدام شهرزاد، عندك واحد الضيف ما تتخيليش شحال غزال. خنزرات فيها شهرزاد وهي تجمع الضحكه. شهرزاد: شكون هو؟ لا سكرتير: سي احمد بناني، كيقول باللي عنده معاك شي افير قديمه. هي تصدمات: اش غيكون باغيها دابا؟ شهرزاد: خليه يتسنى واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد دخليه. بقات كتقاد في شعرها وفي حوايجها.
بغات تبان ليه في احسن صوره، دارت عكر في الاحمر وكانت لابسه سروال طويل ديال الثوب دوك الواسعين في اللون الاخضر وشميز في البيض ولا فيست ديالهم معلقاها في العلاقه ودايره شعرها داير الحصان. من بعد 5 ديال الدقائق دخل عندها وهو بكامل اناقته لابس كيف العاده كوستيم في الكري كلاس والسلهام ديالو من فوق منه، عطيه واحد الهيبه وواحد الكاريزما والسبحه اللي كانت كيف العاده في يديه. شافته ووقفات كترحب به، مدات ليه يديها ولكن المفاجاه قمع عليها يديها. هي ما تسرطاتش ليها ولكن حاولت تبرد الموقف. من اللي قال لها سمحي لي انا ما كنسلمش على النساء، دارت راسها بحال الا ما واقع والو. تفضل السي احمد. نهار كبير هذا احمد. الله يبارك فيك. شكرا. كيهضر وما كيشوفش فيها احمد. جيت باش نعرف واش كلشي مزيان ونشوف حتى الخدمه واش تمت على احسن ما يرام ولا لا. شهرزاد كنشكرك بزاف السي احمد، كون ماشي المساعده ديالك كان غيوقع ليا مشكل كبير وكانت السلعه ديالي غادا تخسر وغادا غنضيع فيها، خصوصا انني حطيت فيها جهدي كامل ومراهنه على هاد السلعه هادي. احمد ما بيناتنا شهرزاد اولا راه حنا كنا عائله. حشمات من قال لها هاد الهضره هادي وتفكرات هذاك الوقت اللي كانت هي وياه في الدار، حيت واخا كانوا مزوجين غير على الوراق وما كانوش مفاهمين، كانت على الاقل فين ما كتوجد شي ماكله ولا شي حاجه كانت كتخلي ليه حقه، كان كيتعامل معها مزيان ملي كان كيكون صاحي، يعني واخا كدوزوا شي اوقات زوينين مع بعضياتهم. شهرزاد ايه عندك الحق. مزيان نيت ملي جيتي، كنت غادا نعرض عليك نهار السبت لواحد الحفله دايرينها على قبلكم نيت وعلى قبل الشراكه اللي درناها مع بعضياتنا، كنتمنى انك ما تردهاش ليا في وجهي. بقى كيشوف فيها وساهي فيها. شهرزاد اش قلتي؟ احمد بطبيعه الحال نقدر نحضر ماشي مشكل. عطاتو لادغيس وهي فرحانه في الداخل ديالها حيت غادا تقدر تعاود تشوفو مره اخرى. نطق احمد. كان خاصني نهضر معاك من بعد داكشي اللي كان وقع، عارف بلي غتكوني يمكن دمرتي من بعد الطلاق. شهرزاد شافت فيه متصنعه القوه. لا ما عرفتكش علاش هادر صراحه، ولكن الطلاق راه بالمكتوب كيف ما الزواج، وانا ما كان عندي حتى شي مشكل من هاد الناحيه، ما درت حتى شي حاجه في الحرام، كيف ما تزوجنا في الحلال طلقنا في الحلال. هز فيها راسو وهو مستغرب من القوه ديال هاد السيده اللي قدامه، انبهر بالقوه ديالها وعجباتو كتر وكتر، وقال مع راسو باللي ما عنده لا شيء انبو ضميرو من هذاك الشيء اللي كان وقع بيناتهم. ولكن باقي السؤال اللي محيرو هو واش بصح تخطبات. نطق وقال لها سمعت باللي تخطبتي، مبروك. هي يلا جات تجاوبو، هو يدق الباب يحيى ودخل. نطق وقال ليه اهلا بالسي احمد، مرحبا بك، نهار كبير هذا. شكرو احمد، وفي نفس الوقت شافيه احمد وهو كيخنزر فيه بحال غيقتلو. جاوبو وقال ليه ديك شكرا فوق من نفسه. نطق يحيى وقال شهرزاد واش قلتي لي على ود ليفينمون ديال نهار السبت؟ شافت فيه شهرزاد اكيد راه دايرين اصلا الحفله على شرفه. يحيى ايوا راه نهار كبير هذا السي احمد، شكرا بزاف، نيت بغيت نشكرك على هذا الموقف اللي درتي معانا، عمرني ننساه. يحيى كيهضر ومشى وقف حدا شهرزاد في البيرو وحط يدو على الكرسي اللي جالسه فيه، وفي نفس الوقت احمد كيشوف فيه بنظرات قاتله. على هو سمعوا شنو كان كيقول ليه؟ ابدا، كيشوف غير في يديه فين كتحرك، ما كرهش ينوض يعطيه واحد القتله ديال العصا. شويه رمقت عينيه الصوره اللي حدا شهرزاد في البيرو، سكت وما بغى يقول والو في ديك اللحظه. يحيى ايوا السي احمد وشرف كبير لينا هذا. احمد مازال مخنزر فيه. شهرزاد نخليك هاد الساعه ونتلاقاو نهار السبت. مد ليه يحيى يديه باش يصافحوا، ولكن احمد خلاه بلاكا. اما شهرزاد فتقريبا فهمت علاش قمع يد يحيى بحال هكاك، خلاه يحيى حتى خرج ونطق. شهرزاد علاش ما قلتيش ليا بلي هذا هو طليقك؟ هزات فيه راسها. كيفاش؟ هز راسو الجهه ديال الصوره الصغيره اللي محطوطه فوق البيرو ديالها، صورتها هي واحمد نهار العرس. كانت صوره صغيره. شهرزاد غير ما جابتهاش الفرصه وصافي. يحيى ايوا راه باينه كيبغيك وبزاف كاع. شهرزاد اش كتخربق؟ ما كاين والو من داكشي، خوي راسك. يحيى اجي بعدا، عمرك قلتي لي علاش طلقتو؟ شهرزاد غير ما تفهمناش وصافي، عادي ما كاتب. يحيى
وبيني وبينك غير ضربي الحديد ما حدو سخون، وراه بالي غياكلك غا بعينيه. شهرزاد فرحات في الداخل ديالها. باش عرفتيها يحيى؟ ما شفتيش الشوفات اللي كان كيدير فيك وفيا؟ كان باغي تيري فيا بعينيه، عاد فاش مديت ليه يدي وقمعني كانت خير دليل. شهرزاد ما كنظنش يحيى، هو كان كيعرف وحده وكان كيبغيها بزاف، ماشي بعيد يكون كاع دابا مزوج بيها. يحيى خديها من عندي نصيحه، اي راجل طلق شي مرة ما كيبغيهاش عمره ما غيبغي يعاود يتلاقى بها، وهو جاي برجليه حتى لعندك. كيقول لك المثل الا طلقتيها لا توريها دار باها. شهرزاد زعما يحيى نهار السبت نتاكدوا، غندير انا وياك واحد الخطه ومنها نيت نتاكدوا. بقاو مجمعين هاد الزوج هادو وكيقول لها شنو دير معاه نهار السبت باش تاكد من حبه ليها، واش باقي كيغير عليها ولا لا، واش باقي كيبغيها. يحيى هكا داير انسان واعي ومتفهم وكيقدر شهرزاد بزاف وكيحترمها، ومن بعد ما ولا الصديق ديالها عرف بلي هذاك اللي كان كيحس من جهتها ماشي حب ولكن غير اعجاب وصافي. اما دابا تعرف على واحد المحاميه بحاله، خطبها وعرفها حتى هي على شهرزاد، ولاو كيخرجوا مجموعين كاصدقاء. دازوا الايام بحال سائر الايام، وشهرزاد غير مشغوله وكتوجد في هذاك ليفينمون اللي دايره نهار السبت. اما احمد فحتى هو كان مشغول غير في الخدمه ديالو، وكان كل عشيه كيجي يراقبها وهي خارجه من الشركه وكيتبعها حتى كيوصلها للدار ديالها. عاد كيرتاح وكيمشي في حاله، باغي يهضر معاها وخايف تكون ما كتبغيش، وكيقلب غير على اللحظه المناسبه باش يهضر معاها. وصل يوم السبت ونمشيو نقربوا من واحد النافذه، غتبان لينا شهرزاد اللي كانت واقفه قدام واحد المرايه وكدير لمسات الاخيره على الميك اب ديالها. كانت كتبان فاتنه بزاف، لابسه واحد الفستان طويل في الاسود فيه فتحه حتى الفوق الركبه شويه، وكتبان بحال شي حوريه مشدود من جهه العنق ولكن فيه فتحه في الظهر كبيره شويه، ودايره واحد القلاده اللي كتجي مدليه على الظهر. جمعت شعرها بواحد المشطه ودارت ميكاب خفيف، ركزات غير على الفم اللي دارته حمر مات، ولبست دي طالون في الاسود. كتوجد في راسها وفيها الخلعه، غتموت غير بالخلعه حيت غتعاود تشوفوا اليوم. وعاد زيد الخطه اللي دايره هي ويحيى باش يخليوه يغير. ما عرفتش واش غادا تنجح ولا لا، ولكن كانت متوتره وباغا تعرف. ركبت في سيارتها واتجهت لمكان الحفله، لقات يحيى كيتسناها عند الباب وكان كيقلب عليها حيت الناس جاو وبقات غير هي اللي ما جاتش. يحيى البوغوس اللي كان لابس حتى هو كوستيم زرق ولكن ما يكونش كيبان بحال البطل ديالنا. دخلوا للحفله وكل شيء الانظار اتجهوا ليها، هي اللي كتبان بحال شي نجمه في التلفازه اولا في هوليوود. بدات كتسلم على الضيوف وكترحب بهم وكتهضر مع كل شيء، كانت محبوبه وكل شيء كيحترمها. كدور وشاده في الدراع ديال يحيى وكيضحكوا وهي غافله على واحد البركان اللي كان واقف في القنت وكيشوف فيهم بغضب، وفي نفس الوقت كيشوف فيهم نظرة حسرة. علاش تشد في يحيى؟ علاش تخطب ليحيى؟ علاش هي مع يحيى وماشي معاه هو؟ راسو كيدور وبزاف ديال الافكار كتدور ليه في دماغه. كيقول دابا غيمشي وغيجرها ويحبس هاد المهزله، ولكن بصفتو شنو؟ هو صافي راه طلقها. حتى قاطع تفكيره واحد الراجل اللي كان في الثلاثينات، طويل حتى هو وانيق، عنده شويه ديال الشعر مطولو ماشي بزاف ولكن مطولو شويه وصافي، وجهه زوين وعنده لحيه طويله شويه في الكحل والبشره ديالو بيضاء. الشخص سي احمد، نهار كبير هذا. احمد كنعرفك؟ الشخص الصراحه لا، ولكن يلا غتولي تعرفني. الصراحه عرفت من شي مصادر ديالي باللي انت اللي عطيتي لي كاميون شهرزاد باش تصدر السلعه ديالها. ايه كان هذا جبران المنافس ديال شهرزاد اللي واقف مع احمد، هذا هو المنافس ديالها، انسان حقود وباغي السوق كله ليه وما كيهموش واش راه مضارب مع امراه ولا مع راجل، عنده كل شيء بحال. والاهم في هادشي كامل هو يبني ثروه سواء على حسابه او على حساب السعاده ديال غيره. احمد ايه انا اللي كريتهم ليها. علاش كتسول؟ جبران واش بان لك عندي لك واحد الصفقه احسن وبثمن اللي غير يرضيك؟ احمد اسمح لي ولكن الصفقه تمات مع شهرزاد وما يمكنش لي نتراجع في الكلمه ديالي. جبران شحال خاصك؟ غير سمع احمد هاد الكلام وهو يشنق عليه. احمد واش كنبان الكلب تاع بوك انا مونيكا هنا؟ تشريني بفلوسك؟ نشوفك مره اخرى كتدور بشهرزاد غنحيك، راك باقي ما كتعرفنيش اش كنسوى. من الاحسن ليك تقى شري. سمع الصوت ديال شهرزاد اللي كانت متجهه لجهته وهو يطلقو، وقال وهو كينفض ليه في كتافه بحال الا ما كانش شانق عليه. دابا عندك الزهر، يلا تحرك من قدامي.
شهرزاد: سي احمد مرحبا بك، شرفتينا بالحضور ديالك. وشافت في جبران: سي جبران، كنظن انني ما عرفتش عليك لهاد الحفله، شنو كدير هنا؟ جبران شاف فيها وبغى يبوس ليها يديها. او سينيورا شهرزاد، كيل بوتي، منوره كيف ديما. هربات يديها منه، وقبل ما تهدر وتعاود تقول لي مشي في حاله، هدر احمد حيد ليه يديه وخنزر فيه. راك سمعتي شنو قالت شهرزاد؟ ما معروضش، اذا سير من هنا. جبران: دوا بينو وبين احمد، مازال غنتلاقاو. روميو غمزو ومشى خارج من الحفله. دار عند شهرزاد وهو معصب. احمد: واش انت اللي جاي زعم عليك بحال هكا؟ عاجبك الحال يزهاو عليك الشميت؟ واش هذا اللبس اللي لابسه دابا؟ اش هاد الحاله؟ ولا صافي عاد طلقتي ووليتي دايره ما بغيتي؟ شهرزاد: كيفاش؟ احمد: اش هاد العراواش، هاد المسخ بايعه لحمك رخيص اللي جاي يشوفو. واش من راجل هذا اللي مخلي خطيبته كيتزلوا عليها الشميت؟ شهرزاد: ما نسمحش لك تقول لي هاد الهضره، هادي حياتي وندير فيها ما بغيت، كتسمع؟ اللي بيناتنا ساله، ودابا بيناتنا شراكه فقط. دخلها لراسك السي احمد، وما كنصحكش تدخل ليا في حياتي مره اخرى. ما عاقش براسو الا وهو مقنتها بواحد الحيط وشانق عليها، وجهه قريب لوجهها وانفاسهم كيتضاربوا. احمد: اللي بيني وبينك كتر من الخدمه، اللي بيني وبينك كبر من هادشي كامل. شهرزاد: طلق مني، غيشوفنا شي حد. احمد: ما كيهمنيش، المهم عندي هو انا وانتي. شهرزاد: ما كايناش شي حاجه سميتها انا وياك، انا دابا مخطوبه وما بقاش عندك الحق تقول لي هاد الهضره. دور راسو وشاف في يحيى من بعيد اللي كان واقف مع نوره خطيبته ومعنقها لعنده. احمد: كتقصدي هذاك البوكيمون؟ شهرزاد مرقات حيت الخطه ديالها ما نجحاتش، عاد يحيى اللي ما صبرش ومشى عند خطيبته ونسى الخطه ديالهم. احمد: بلا ما تحاولي تستفزيني وتختبري صبري شهرزاد، انتي ديالي وغتبقاي ديالي ومستحيل تكوني لغيري. هي كتسمع ليه وهو شاده وكتحس بالفراشات في المعده ديالها. ضربات على حجره وبعدات منه وقالت ليه: في احلامك السي احمد، عمرني ما غنعاود نخليك تستغلني وتلعب بالمشاعر ديالي. تصيدت مره ولكن مستحيل نعاود نطيح في نفس الغلط. احمد نطق وقال ليها: الا كان هكا علاش التصويره ديالي بقى على البيرو ديالك؟ هي تصدمات: اش من تصويره؟ علاش كتهضر انت؟ احمد: شهرزاد يا شهرزاد، هادشي كامل ومازال ما عرفتي راجلك اش كيسوى. شهرزاد: اللي كان راجلي بالفم، الصراحه عندك الحق، ما كنعرف عليه حتى شي حاجه من غير سميتو فقط. هو تقرص وعرفها مازال مقصحه منه. احمد: حتى دابا راني مازال ما رميت عليك اليمين، واخا طلقنا غا في الوراق، بغيتي تجربي الزواج ديال بصح مرحبا. هي خنزرات فيه وتما تراجع الجهه فين كاينين الناس. شهرزاد: في احلامك. مشى حتى هو دار صواب وعطى الكلمه ديالو للضيوف ومشى جلس بعيد على الزحام حيت ما كيبغيش هاد الاجواء ديال الحفلات، وبقى غير حيتاش كتبان ليه شهرزاد كدور بداك الفستان وكل مره كيزير على يدو ملي كيشوف شي واحد قرب ليها. هو كذلك كانوا الرجال كيحاولوا يتقربوا منه وكيتملقوا ليه باش يولي يتعامل معاهم بحكم انه رجل اعمال معروف. حتى هو واحد اللحظه هو يسمع صوت انثوي محلون، انطق وقال: اوه سي احمد، ما يمكنش كاع هذا زهر عندي. احمد دار لعندها ولقاها بنت لابسه كلشي مقرطط وشعرها مقزب عند ودنيها وسابغاه بالحمر. احمد: كنعرفك؟ البنت: لا ولكن ما كرهتش نتعرف عليك. احمد: اللهم طولك يا روح، كل مره غيجي عنده واحد ويقول له ما كرهتش نتعرف عليك. خلاها وتم غادي من ديك البلاصه، بقات مقموعه غب وحدها مسكينه. البنت: نوعي المفضل. نطقات البنت وقالت: انا شاده وانت؟ احمد خلاها مقموعه في بلاصتها وزاد. مشى جار شهرزاد من وسط واحد الجماعه وتم جارها في اتجاه الباب. شهرزاد: اولي طلق مني، واش حماقيتي؟ شافها يحيى وضحك على داك المنظر. شافت شهرزاد في يحيى زعما باش يتدخل وهو يهز يديه زعما ما عندي ما ندير ليك، بيناتكم بضاوه، خايف على ضلوعه بطبيعه الحال. احمد: زيدي قدامي وبلا هضره زايده. شهرزاد: طلق مني، شوهتيني، اش كدير؟ احمد: كندير داكشي اللي خاصو يدار، زيدي وسكتي. ركبها في السياره ديالو اللي كانت بالشيفور، ركبها اللور وركب حداها وانطلق بها في اتجاه الشقه القديمه اللي كانوا ساكنين فيها. طلعها في لاسانسور. احمد: غنهضروا غير شويه ومن بعد سيري في حالك فين ما بغيتي. استسلمات ودخلت معاه الشقه. شهرزاد:
لاش جايبني هنا؟ واش فراسك باللي هاد الخلوه اللي بيني وبينك دابا راها حرام استلفقيه؟ احمد شاف في الفستان اللي لابسه. شوفوا شكون اللي كيهضر على الحرام والحلال. رابعه العدويه، بلا ما نفكرك في الحاله اللي كنتي دايره في الحفله اليوم. شهرزاد بيني وبين اللي خالقني شكون انت باش تحاسبني؟ وزيدون لاش جايبني لهاد البلاصه؟ اش كتحاول دير؟ احمد انا باغي غير نهضر معاك على داكشي اللي كان وقع بيناتنا. شهرزاد ما كاين فاش نهضر معاك، انت اختاريتي حياتك مع لارا وسير عندها وخليني نكمل حياتي بسلام. احمد شكون اللي قال لك انا مازال مع لارا؟ انا ساليت معاها شحال هادي. شهرزاد ساليتي منها وبنت لك انا تعمر بيا دابا الفراغ. اسمح لي يا سيدي انا ماشي ديال هاد الشيء. احمد راك ما عارفاش شنو وقع ليا. شهرزاد انا راه كنت غنموت. شهرزاد ما كيهمنيش، المهم انت اختاريتيها هي، وهذا الشيء كيدل على حاجه وحده، انك عمرك ما كنتي باغيني. احمد بالعكس انا راه كنبغيك. شهرزاد ضحكات باستهزاء. شي نكته جديده هذه؟ سمعت بما فيه الكفايه من التخربيق ديالك، ودابا حل داك الباب وخليني نمشي في حالي. احمد شهرزاد اسمحي لي، انا عارف راسي اديتك بزاف وهذا الشيء كيعذبني كل نهار. شهرزاد شافت فيه وعينيها مغرغرين. ودابا جاي لعندي حيت ضميرك كيأنبك ياك؟ احمد شهرزاد ثقي بيا، انا رجعت لانني عرفت بلي كنبغيك بزاف وما نقدرش نعيش بلا بيك. شهرزاد عافاك ما بقيت باغا نسمع والو. يلا حلات الباب وهي تلقى هذيك البنت اللي كانت واقفه على احمد في الحفله اللي قالت ليه سميتها شاده. كانت تبعاتو وبغات تعرف عليه وما همهاش انه كان غادي مع شهرزاد في الطوموبيل. لقاتها يلا غادا تدق الباب. شافت شهرزاد في احمد باستهزاء وقالت بسلامه وكنتمنى ما تعاودش توريني وجهك. ومشات وهي منكسره وقلبها مقطع قطع صغيره ومحطم. هو اللي شاف هذيك شاده. اش كديري انت هنا؟ شاده صراحه تبعتك لحقاش عجبتيني بزاف وما كرهتش نتعرف عليك، وعلاش لا ندوزو انا وياك شي ليله. جرها من ايديها. نعاود نشوف كمارتك هنايا نهرس لك وجهك. عطى الاوامر لي غارد اللي كانوا واقفين عند الباب ديال الشقه تكلفوا بها. كان احمد معصب وغير كيزفر بالعصاب من هادشي اللي كان وقع عليه مع شهرزاد. كل ما كيبغي يصلح معاها الوضع كتوقع شي حاجه، وعاد زيد هذه اللي تسلطت عليه من حيث لا يدري، ما كيعرفش حتى شنو سميتها وخسرت ليه كل شيء في دقيقه واحده. كاع داك التبات اللي كان فيه وديك السيطره على الغضب اللي تعلم ضربت ليه كلها في الزيرو في هذه اللحظه. اما شهرزاد فمن بعد ما خرجت من عنده شدات تاكسي نيشان متجهه للشقه ديالها وهي في حاله يرثى لها. شهرزاد ما يمكنش تجي من بعد هاد السنين كامله تهدم الشخصيه اللي بنيت. ما يمكنش تهرسني كيف ما درتي قبل. يا ربي عاوني ما قادراش نتحكم في راسي. كل ما كنشوفه ما كنعرفش شنو كيوقع ليا. عينيا كيفضحوني وكيبقى قلبي كيضرب بزاف وكيعيط غير بسميتو هو فقط، وقلبي كيضرب ليه بطريقه جنونيه. وبدات كتبكي خصوصا فاش تفكرات هذيك البنت اللي شافت قدام الباب. قالت اكيد هذا غير كيكذب عليها وباغي غير يتفلى عليها كيف ما كان وقع في الماضي. غرقات في دموعها الليل كامل على داك الحال. صباح الصباح وفاقت على الصوت ديال الجرس في الشقه ديالها. شهرزاد شكون اللي جاي عندي على هذا الصباح؟ مشات كتجر في رجليها حتى وصلت الباب وعينيها منفوخين بالبكا والميكاب ضيع عليها على وجهها. كانت لابسه واحد البيجامه قصيره. حلت الباب ولقات اخر شخص توقعته يكون عند باب دارها كان احمد. شافها واستغفر الله. احمد اش هاد الحوايج؟ واش هكا كتفتحي الباب؟ وكون كان دابا شي حد غريب؟ شهرزاد الغريب الوحيد اللي كاين دابا هنا هو انت. اش بغيتي؟ لاش تابعني لهنا؟ احمد خاصنا نهضروا. شهرزاد هضرنا البارح وما كاينلاش تبقى تانسيستي عليا. خرج دابا في حالك، خاصني نمشي نوجد راسي ونمشي لخدمتي. احمد انا غنتسناك ونمشيو بزوج. شهرزاد غتنوض تخرج ولا غنعيط لك للبوليس؟ احمد اش غتقولي ليهم؟ شهرزاد غنقول لهم اللي بغيت، المهم تخرج من هنا. احمد كاينه شي وحده كتعيط للبوليس باش يخرجوا راجلها من الدار؟ حشومه مدام. شهرزاد اش كتخربق انت؟ احمد راه قلت لك مازال ما رميت عليك اليمين، يعني مازال في الذمه ديالي في الشرع، ودابا تركني وسيري تلبسي حوايجك وزيدي يلا لخدمتك. ولبسي شي حاجه اللي تكون محترمه. شهرزاد عرفات راسها ما غاداش تفك منه وما عندها ما دير، اللهم تسيروا. شهرزاد اوف دخلت البيت ولبسات سروال ديال الثوب اللي كان عريض شي شويه في الاسود وشميز
في الباج ودي طالون في النوار. شافها احمد. رجعي لبسي شي حاجه طويله من الفوق. شهرزاد: واش انت مريض؟ عطيني يا سيدي اتساع، ماشي سوقك. خنزر فيها: واش كنبان لمك انا ديوتي نخليك تخرجي بحال هكا؟ تحركي لبسي شي حاجه طويله ولا والله لا خرجتي من هنا. لبسات واحد لافيست طويله فوق الحوايج وخرجات كتضرب رجليها مع الارض وما عجبه حتى شي حال، وهو كيشوف فيها برضا وكيتبسم. احمد: حليها الباب وهبطوا نتجهوا للسياره ديالو. حليها الباب ديال السياره وهي وقفات وشافت فيه. زعما من نيتك؟ شهرزاد: انا غنمشي في طاكسي باش نهز الطوموبيل ديالي اللي باقا في القاعه البارح. احمد ميل ليها راسو زعما ما غنعاودش الهضره. طلعي. طلعت وهي كتنفخ. ركبات وهو كيتبسم بفرحه. تم غادي بها في الطريق وكتبان ليها باللي هذيك ماشي الطريق ديال الشركه ديالها. شهرزاد: فين غادي؟ هذه ماشي الطريق ديال الشركه. احمد: حتى توصلي وتعرفي، غير عجبك الحال. خنزرات فيه وسكتات. موقف حتى القصر ديال والديه، لقى الاب ديالو والاب ديالها كيتسناوهم. شهرزاد: ليش كتخطط انت؟ احمد ما جاوبهاش وهبط سلم عليهم. نطق الاب ديال شهرزاد: ولدي فرحتيني يا ولدي. احمد كان عيط للاب ديالو باش يعيط للاب ديال شهرزاد ويسولوا عليها. قال ليه بلي راها ما مخطوباش وبلي داكشي كامل غير اشاعات. وشحال فرح باها ملي عرف باللي باغي يردها على ذمته، حيت هو من الاول عزيز عليه احمد وعارفه راجل وغيتهلا ليه في بنته. شهرزاد مشات قربات لباباها. بابا شنو كدير هنا؟ جاوبها: سلمي على عمك مصطفى ويلا ندخلوا نهضروا لداخل. سلمات على مصطفى الاب ديال احمد ودخلوا للمكتب. انتقل الاب ديالها وقال لها: بنتي شهرزاد، انت عارفه دابا راك غادا وكتكبري والمسؤوليه غادا وكتقال عليك خصوصا في الخدمه. شهرزاد: الوالد لخص حيت عندي الخدمه وخاصني نمشي ليها. انطق وقال: اتفقنا انا والسي مصطفى وكنظن باللي احسن قرار هو ترجعي لراجلك وتعمري دارك وديري وليداتك. تالين غتبقاي عاطيه غير الخدمه بحال شي روبو، ما بقيت عارف واش انتي بنت ولا راجل. شهرزاد: ساليتي يا الوالد؟ ايوا مع كامل احتراماتي ليك ولكن انا ما موافقاش، وانا كنظن اكثر وحده عارفه مصلحتي فين كاينه. انتقل الاب ديالها: بنتي الله يرضي عليك راني باغي نتهنى عليك قبل ما نموت. شهرزاد: الله يطول في عمرك بابا ولكن انا ما مستعداش نتخلى على هادشي كامل اللي وصلت ليه على قبل راجل. انتقل الاب ديال احمد: حتى حد ما غيحبسك من خدمتك بنتي، حنا غير بغينا نجمعوا الشمل ديالكم وتعطيو لبعضياتكم فرصه اخرى. شهرزاد: اسمح لي يا عمي ولكن انت ما عارف والو، انا مستحيل نرجع لولدك. انت على راسي وعينيا ولكن ولدك لا. صفحه وسديتها من زمان. هضر الاب ديالها وهو كيضرب العكاز ديالو مع الارض. سمعها بنتي، كلام واحد قلته وما غاديش يتعاود. انا ما عنديش البنت اللي تطلق وتبقى الدور هكاك والناس كينعتوا فيها بصبعهم وكيخرجوا عليها في الاشاعات، وعاد زايدها ساكنه بوحدها ما عارف عليك شنو كديري لا بصباح لا بالعشيه. ما نكرش انك انسانه ناجحه ولكن مصيرك انك تكوني في دارك وديري وليداتك، والواحد اللي غنتهنى عليك معاه هو احمد. هو ما غاديش يحبسك من الخدمه ديالك، بالعكس غيعاونك وبزاف. هذه اخر هضره ليا، بغيتيها مرحبا، ما بغيتيهاش ما انتي بنتي ما انا باك. هسخت هرده وما تحلميش تجي تطلي عليا لا انا ولا امك. شهرزاد: ولكن بابا. الاب: ما كاين ما ولكن بنتي، السيمانه الجايه العقد ديالكم. هبطت راسها بخيبه امل ودمعه حاره نزلت على خدها. طلعت عينيها في احمد بحقد وهو يغمزها. لتاني مره الاب ديالها كيتحكم ليها في حياتها. هي ما تنكرش انها بصح كتبغيه ولكن بغات حتى تخرجها منه عاد باش ديك الساعه ترجع معاه. شهرزاد اللي بان لك الوالد باست على يدو واليد ديال اب احمد ونطقات: نقدر نمشي دابا للخدمه ديالي؟ مصطفى: غير سيري بنتي، ما هو احمد غيوصلك وما تهزي لها من حتى شي حاجه، حنا غنتكلفوا بكل شيء. خرجت وهي معصبه وتابعها احمد اللي داير يدو في جيبو وكيضحك عليها وهو عارفها كتبغيه، غير هي الكبرياء ديالها ما كيسمحش ليها دابا تعترف ليه. شهرزاد: بلا ما تعذب راسك انا غنمشي لراسي. احمد: ما يمكنش ليا نخلي مرتي تمشي بوحدها، سمحي لي. شهرزاد بغات ترد ليه الصرف: اسمع نقول لك واحد الحاجه، هاد الزواج غيكون غير على الوراق حيت انا ما باغاش نربط حياتي براجل. 6 شهور ونتفارقوا باش ما نصدموهمش، اوكي؟ احمد: اذا باقا مقلقه مني ملي قلتي هاد الهضره، ولكن ماشي مشكل، انا عارف كيفاش نخليك تبغيني كيف ما كنبغيك.
شهرزاد غاده وسابقاه، وملي سمعات اش قال وقفات ودارت ضحكه خفيفه وفرحات من الهضره اللي سمعات، وما باغاش تبين ليه. وشنو ناوي دير؟ تزوج بيا وتجيب لي صاحبتك تاني القلب داري باش تهني؟ احمد انا ولا راه سالينا شحال هادي وقلتها ليك، وهذيك اللي شفتي عندي البارح راه ما كنعرفهاش كاع، بانت ليا في الحفله وتبعاتني، كانت اول مره نشوفها في حياتي هي البارح في الحفله، وما عرفتش امتى تبعاتني، وعرفت لابارتمون اللي جيت فيها اكيد غتكون تبعتنا غا في الطريق وراني جريت عليها. هي قلبت عينيها وهي كتصنت ليه بحال ما كيهمهاش شنو كيقول لها. احمد قلبي فيه وحده فقط، هي انت يا شهرزاد. شهرزاد كنت عارفه شنو داز عليا في هاد السنين، كنت عارفه شنو وقع. شهرزاد صافي عافاك، اللي وقع ودابا راك قنعتي بابا واللي عطا الله عطاه، ما تزيدش تكمل عليا بالهضره ديالك، خليني نفكر في هاد المشكل اللي طيحتيني فيه دابا. شاف فيها وقال واخا لاله شهرزاد مقبوله منك. وصلها لباب ديال الشركه ونزلات وبقى حاضيها حتى بان ليه جبران اللي واقف وكيتسناها وكيشوف فيها بنظرات كلهم شهوه. بقى في طوموبيلته وكيشوف هذاك المنظر وباغي يعرف شنو كاين تما. جبران نطق الغزاله شهرزاد كيف ديما الاناقه والجمال، جيت نصبح عليك باش يدوز نهاري زوين. شهرزاد لخصها جبران اش بغيتي ما عنديش الوقت. جبران جايك غير في الخير. شهرزاد جبران واخا غير ما تقلقيش، انتي عارفاني شحال وانا باغيك تزوجي بيا وكل مره كترفضي، واخا ما كيبانش لي عندك شي سبب مقنع باش ترفضيني. اش بان لك نتزوجوا وندمجوا الشركات ديالنا ونوليو قوه اقتصاديه؟ هز يديه بحال كيكتب في الهواء شركه جبران وشركائه للتصدير. شافت فيه وشداتها الضحكه من نيتك ندمجوهم وحتى سميتي ما فكرتيش ديرها حداك؟ والله الا ضحكتيني، حالتك صعيبه جبران في راسك كتبقى فيا. هي هضره هي وجبران وغافله على احمد اللي بقى ليه غير شي شويه وغيجي يدمجهم مع بعضياتهم غير بالتصرفيق. كتبان ليه كتضحك وكيحسب ليه بلي كتضحك معاه وهي كتضحك غير بالفقصه والصدمات اللي تكبوا عليها هاد الصباح بحال الشتا. شهرزاد ايوا سيدي هذيك هي اللي عمرك تحلم بها. بديت النهار الاول بوحدي وغنكمل بوحدي وغننجح وغنبقى طالعه الفوق. كتهضر وكتحرك يديها الفوق وغنبقى طالعه الفوق وغنكمل في النجاح ديالي بوحدي، وانت غتبقى تطلع ليا من التحت وعينيك كيلمعوا من الاضواء ديال النجاح اللي غيكونوا ضاربين فيا، في حين انت ما غاديش تبان، غتكون لتحت في الظلام وحتى واحد ما مديها فيك. اما بخصوص عرض الزواج ديالك فكنحب نبشرك بلي انا مرا مخطوبه وقريب غنتزوج بسيد سيدك. كنتمنى ما نعاودش نشوف وجهك هنايا ولا غنتاخد معك شي اجراء اخر واكيد اللي ما غاديش يعجبك. عطاتو بالظهر وتما تغادا وهو يشدها من يديها. جبران اجي لهنا فين غادا؟ شنو كيحسب لك راسك انتي؟ ما جا فين يكملها حتى لقى احمد شدو من يديه لواها ليه وهرسها ليه. احمد جرب تحطي يديك عليها مره اخرى وكنقسم لك بالله حتى غنغرقك في المشاكل. جبران شاف شهرزاد هو هذا صحيبك؟ احمد شنق عليه اخر مره نلقاك هنا. جبران غتندموا بزوج غتندموا، عقل عليا مزيان. احمد دفعوا من الكل اللي كان شاد ليه ولاحوا في الارض بحال شي زباله وناض مشى اتجه لطوموبيلته هربان. شهرزاد شافت في احمد ما كانش عليك الدافع عليا، انا قاده براسي وبحال هاد النوع كنعرف نتعامل معاه. احمد حتى نبان لمك انا شماته عاد ما نتدخلش، كيفاش تخليه يقيسك؟ انت راك ما عارفه شنو كتعني ليا شهرزاد، واللي قرب ليك غنحيه. يلا دخلي والعشيه غندوز موراك باش نرجعك للدار. شهرزاد واش انا شكيت عليك سيدي؟ واعطيني اتساع، عطيني اتساع خليني نتنفس. احمد هكا غيولي الوضع، تقبليه كيف ما هو. وسالت الهضره مشى وخلاها قلبها كيضرب بالفرحه. واش هذا احمد اللي دابا عاد دافع عليها من جبران؟ ما يمكنش، يعني بصح غيكون كيبغيها. دخلت وهي كتهضر مع راسها حتى وصلت للبيرو ديالها وهي كتحلل وكتناقش غير بوحدها. دخل عليها جبران اي والله يستر اختي وليتي داويه بوحدك. شهرزاد خلعتيني ندير الحصه صاحبي. يحيى هاي مالك اش بدل حالك؟ وشنو داكشي اللي كان واقع لتحت مع احمد وجبران؟ شهرزاد خليني ساكته راني عندي بزاف ديال المشاكل. يحيى مشكل وتنهيده؟ لا حالتك صعيبه. اجي بعدا فين مشيتي البارح وخليتيني؟ شهرزاد كنت مع احمد
وهي ترسم واحد الضحكه بليده على وجهها. يحيى كيشوف فيها وشاده الضحكه. كنتي مع احمد؟ شهرزاد: كنت مع احمد. يحيى: تعليقك؟ شهرزاد: وعاودت ليه كل شيء. يحيى: ايوا مبروك لاله ملي غترجعوا مع بعضياتكم، فين هو المشكل؟ شهرزاد: الصراحه غير بغيت نرد الاعتبار لكرامتي وصافي على داكشي اللي كان دار ليا شحال هادي. يحيى: على حسب ما عاودتي ليا راك ربيتيه بما فيه الكفايه وباين باللي كيبغيك. صافي يا شهرزاد، اللي غلب يعف، وانتي مولات العقل زعما، وباين ليا كيبغيك. شهرزاد: وراه حتى انا كنبغيه. يحيى: هاي وملي هكا مالك فار علينا راسنا، تزوجوا وبركه من المشاكل. راكي طلعتي لي اصلا في راسي بالنقير، يلا يكالميك شي شويه. تم غادي وهو كيهدر. شهرزاد: اجي غنهضروا سير. يحيى: لا اختي عندي الخدمه، بسلامه. شهرزاد بقات كتضحك عليه. حمق هذا. هذه هي شهرزاد، قد ما كتبين القوه وكتصطنعها قد ما هي انسانه رقيقه ورومانسيه من الداخل وضعيفه في نفس الوقت. كتلبس القناع ديال القوه غير باش حتى شي واحد ما يزعم عليها ولا يحقر عليها. وفعلا داك القناع نفعها مع بزاف الناس في بزاف ديال المواقف، خصوصا في العمل ديالها. داز اسبوع في سلام، واحمد كل مره كيجي يديها ويجيبها. بدات كترتاب معاه شويه وتعرف على يحيى وخطيبته، ولقاو راسهم كيتفاهموا في بزاف د الحاجات، وتعاشر هو وياه. وصل النهار الموعود، نهار ديال العقد، وكانت حاضره العائله كامله وكل شيء فرحان ليها. كانت معها حتى نورا الخطيبه ديال يحيى، ويحيى حتى هو طبعا، مجموعين وناشطين وضاحكين. وهو مره كيدوز من حدا الصاله فين كانت بارزه، حيتاش ما باغيش يتخلط مع العيالات. كيدوز مره وكيطلع عليها. من نهار رجع وهي مخرجاه على طوعه، باغيها غير امتى تولي حلاله ويدير فيها ما بغى. جا العدول وكتبوا العقد ديالهم وتعلنوا زوج وزوجه من جديد. كانت ناشطه حتى جاها اتصال من عند المسؤول ديال الديبو ديال الخضره ديالها، قال لها باللي شي حد حاول يشعل العافيه في الديبو، وباللي الحمد لله قدروا يسيطروا على الحريق. مشات لهم تقريبا واحد 10% من السلعه ديالهم اللي كانت مخزنه في هذاك الديبو. ناضت كتجري بالتكشيطه ديالها والحنه مازال في يديها. خرجات في اتجاه ديال الباركينغ كتقلب على طوموبيلتها، خلات كلشي مصدوم. تبعها احمد كيجري ملي شافها دايزه من قدام الصاله ديال الرجال وكتجري. احمد: شهرزاد شهرزاد فين غاده؟ شهرزاد كانت منهاره وكتنفس بصعوبه. احمد ديبو السلعه ديالي العافيه. كانت في حاله هستيريه وما عارفاش حتى اشنو كتقول. تهدني. عنقها وحاول يكالميها. احمد: اشنو واقع؟ عاودي ليا. شهرزاد: يلاه معايا، راه شي حد حاول يشعل لي العافيه في الديبو، بغاو يطيحوني للارض ويحرموا عليا رزقي، الله ياخذ فيهم الحق. احمد: شكون هما؟ شهرزاد: ما عرفتش، يلا غنمشي باش نعرف شنو كاين. مشاو في اتجاه الديبو وهو شاد ليها في يديها الطريق كلها وكيهدنها. وصلوا ولقاو البومبيه يلا غيتحركوا. طفاو ديك العافيه اللي كانت شعلات، ولقاو باللي بصح ماشي كلشي اللي شعلات فيه العافيه، غير نسبه قليله اللي تضررات، وحتى شي واحد ما وقعت ليه شي حاجه بطبيعه الحال. احمد هضر مع العساس والمسؤول: جيب لي التسجيلات ديال الكاميرات دابا. بقى معنقها عنده وكيشوفوا هو وياها في ديك النعمه اللي كانت غدا تضيع. جا عندهم المسؤول وراه التسجيلات اللي كاينين، ولكن للاسف الاشخاص اللي جاو كانوا ملتمين وما عرفوهمش من وجههم، ولكن قدروا يشوفوا الماتريكول ديال السياره اللي جاو فيها. نطق احمد وعلم رجالو في التليفون: دابا تعرفوا لي هاد الماتريكول ديال من. عطاهم الماتريكول وبقى هو وشهرزاد كيشوفوا في الكاميرات، حتى واحد اللحظه بانت ليها واحد السياره اللي كانت مألوفه واقفه بعيده شويه. شهرزاد: زومي على ديك الطوموبيل. دار الزوم وهي قدرت تعرف على هذيك السياره اللي كانت مميزه، اللي شافها المره الاولى كيعقل عليها. مولاها كان جالس فيها وحاضي داك الفيلم ديال العافيه. كانت السياره ديال جبران، عرفاتها، كانت بنتلي في الاسود والماتريكول ديالها مكتوب فيه سميتو جبران. شهرزاد: هذه السياره ديال جبران اش كان كيدير هنايا؟ هو ما عنده ما يجي يدير هنايا، وحتى الديبو ديالو ولا الشركه ديالو بعيده على هذا المقر، اكيد عنده شي علاقه بالموضوع. احمد: خليني نتاكد ديال من الماتريكول ديال السياره اللي ركبوا فيها دوك الشميت وثقي بيا، الا كان عنده علاقه بالموضوع فهذه هي الاخرى ليه معايا. ديجا شاد عليه دواصخ خايبين، بلا ما نسبقوا الاحداث باش ما نديوش الاثم فيه. ودابا يلا نديك ترتاحي راكي عيانه. شهرزاد: ما غنرتاح حتى ناخذ حقي يا احمد.
احمد كوني هانيه، ما حدي معاك، ما كاينش اللي يتعدى عليك ودوز ليه طريفه، يلا نمشيو في حالنا. شهرزاد اوكي. شدات ليه في يديه، حركه اللي خلاته يرتاح، عرف باللي راها لانت ليه وباللي راها باغاه كيف ما حتى هو باغيها. بس ليها راسها وطلعها في السياره ديالو، مشاو للشقه ديالها حيت هي اللي طلبتها منه، وحتى هو دخل معاها، بقى معاها حيت خاف عليها. اللي قاعد يشعل العافيه في الديبو بوجود الحراس وكل شيء، قادر انه يوصل ليها في دارها، وما باغيش يتخيل حتى شنو يقدر يوقع، خصوصا دابا ملي ولات مرته وحلالو. احمد دخلي بدلي حوايجك، خدي دوش وارتاحي. ويصبح ويفتح، شافت فيه وعينيها منفوخين بالبكا. وانت فين غادي؟ احمد ما عندي فين نمشي، ها انا هنا في الصاله، غنعس هنايا، وإلا احتاجيتي شي حاجه قوليها ليا. دخلت دوشات وطرخات بالماء السخون، خرجت ولبسات بيجامه قصيره غوب ساتان والبينوار ديالها في البلو نوي. جات كتحمق، خلات الفوطه ديال الحمام فوق راسها وخرجت من البيت ديالها في اتجاه الكوزينه باش تصاوب شي حاجه تكالما بها، شي لويزه. دازت من حداه هو اللي كان كيصلي، ما شافهاش بطبيعه الحال. سالا صلا وهو يسمع التقرقيب في الكوزينه، مشى باش يشوفها شنو كدير، وهما يتحلوا عينيه من داك الخير اللي كان واقف قدامه. تسند على الحيط وكيشوف فيها هي اللي عاطيها بالظهر وما عارفاش شنو واقع وراها. حط يدو على لحيته ملي شافها لعقات صبعها حيت قاست الماء سخون، وهو يعض على شنايفو. صافي هذه اليوم بغاتو يغتصبها ما فيهاش. هزات كاسها وتمت غادا لبيتها، دارت وهي تشوف واقف في الباب ديال الكوزينه وهي تخلع. خلعتيني. وهي تحط يديها على صدرها وكتحاول تدرق راسها بالبينوار. شهرزاد بغيتي تشرب شي حاجه؟ احمد بقى كيشوف فيها مطول. شي كافي الا بغيتي. مشات كتعلى باش توصل للكيسان ديال الكافي وهو يجي وراها. هز واحد من الكيسان اللي كانوا عاليين وهي تحس بالسخونيه ديال الجسم ديالو على الجسم ديالها. دارت لعندو وقالت بعد شويه عافاك. توترات من القرب ديالو ليها. سكر ولا بلا سكر؟ هبط لعندها وقرب لوجهها. اش بان لك انتي؟ شهرزاد انا غنصاوب لك قهوه وانت دير فيها السكر اللي بغيتي. صوباتها ليه وهي متوتره وكتحس بالنظرات ديالو عليها كامله، اما هو فكان حاضيها وكيتبسم عليها وكيتبسم وكيضحك على المنظر ديالها حيت عارفها متوتره. خدا من عندها الكاس ديال القهوه وعينيه عليها. شهرزاد تصبح على خير، الا احتاجيتي شي حاجه ها كل شي قدامك، الدار دارك. احمد شدها من الخصر ديالها وكيتامل في عينيها الخضرين. ويرضيك تمشي تنعسي مرتاحه وحبيبك ناعس على الكنابي ديال الصالون معتب. شهرزاد احمد طلاق. احمد عيون احمد، قلب احمد، روح احمد. شهرزاد شنو كدير؟ طلق مني. احمد كندير داكشي اللي كان خاصني نديرو شحال هادي. كيهضر وعينيه معسلين فيها، وفجأة نزل عليها بقبلة حنينة على شفايفها. ما عرفاش باش تبلات حتى لقات راسها مرخية بين يديه. دارت يديها ورا عنقو وتجاوبات معاه بحال الا كانت كتسنى غير هاد الفرصة. حبس القبلة وشد وجهها بين يديه وقال شهرزاد كنبغيك. وعاود غطس معاها في قبلة جامحة كتعبر على مدى الحب اللي كانوا كيكنوا لبعضياتهم. دار رجليها بين الخصر ديالو وهزها واتجه بها الغرفة ديالها وهما كمالين في القبلة ديالهم. بدا كيسليها في الحوايج ديالها وهي كتعاونو حتى بان ليه قدامه الجسم ديالها المثالي اللي عطاها الله. تحسر على داك الوقت اللي ضيعوه بعيد عليها ونقد عليها بحال شي اسد كيتلاح على الفريسه ديالو وخلاها كتأوه بين يديه بكل شهوه. ما طلقها حتى بان ليه الدم ديال العذريه ديالها على الفراش وباس ليها راسها بالفرحه وقال ليها الله يرضي عليك. صباح فاق احمد على الصوت ديال التليفون اللي كان كيصوني ولقى شهرزاد ناعسه ليه على صدره. جاوب في التليفون وهو كيلعب ليها في شعرها. كان الكارد ديالو اللي علمو باللي الماتريكول تابع لواحد الشركه ديال لوكاسيون ديال الطوموبيلات وباللي كرهها عنده واحد من الرجال ديال جبران كيف ما كانوا متوقعين. احمد الشماته تكلفوا به وعطيو الدواسه ديال التهرب الضريبي ودواسه الخنزين كاملين لحبابنا وهما غادي يتكلفوا بالامر. فاقت شهرزاد وقالت بصوت نعسان صباح النور. احمد شاف فيها وبسها في نيفها. النعاسه صباح الورد. ما يحسبش ليا كتفيقي خايبه بزاف هكا.
لا لا وقيلا انا تصيت. شهرزاد ضربته على صدره. الحقير هذا احمد. اي غير ضحكه حبيبه، انت هي النور د عينيا وانت هي المنقذه ديالي. شافت فيه باستغراب. كيفاش المنقذه ديالك؟ عاود لها احمد على النهار اللي دار فيه الحادثه وبلي كان كيشوفها في المنام ديالو ملي كان في الكوما، وحتى ملي فاق من الكوما بقات كتزورو في احلامه بصوره زوينه وهي دايره الحجاب ولابسه الابيض والنور ضارب في وجهها. هي عينيها تغرغروا وعنقاتو حتى تخلعت عليه بزاف، خصوصا فاش قال لها بلي كان دخل كوما الشهر كامل. احمد صافي البكايه، ها انا بخير قدامك، صحه سلام. شهرزاد ندمت حيت خليتك احمد، ندمت على الوقت اللي ضيعته وانا بعيده عليك، ولكن كنوعدك كل شيء غيتبدل وحياتنا غتقادي ان شاء الله. باسها على راسها وقال يلا نوضي دوشي باش نمشيو ناخذ حقنا من جبران. شهرزاد مستغربه. كيفاش جبران؟ واش هو مول الفعله ديال البارح؟ هز ليها راسو باه. شهرزاد الله ياخذ فيه الحق، كنت حاسه بها، متوقعش توصل به الحقاره لهاد الدرجه ويبغي يحرق لي السلعه ديالي. ويادي الناس اللي خدامين في هذاك الديبو، نسى بلي كاينين ناس ابرياء خدامين تما اللي عندهم وليدات وكان ممكن توقع لهم شي حاجه الله يحفظ. ناضت ومشات دوشات هي وياه، وضروري ملي بيتيز لبسات هاد المره حوايج اللي كانوا مستورين حيت عارفه غيبدا ينقر عليها. لبسات سروال ديال الجين عريض وشميز في الغوز بيبي طويله شويه وديزيسبادغي. جات كتحمق. تاجهوا الكوميساريه وعطاو الاقوال ديالهم، وداكشي اللي باقي من الدواسه ديال جبران تكلفوا به المعارف ديال احمد اللي كانوا معولين غيغرقوه ديال بصح، بحكم انه كان كيتهرب من الضرائب وزيد الاختلاسات وتبييض الاموال اللي كان كيدير. الا ما خدا والو كان على الاقل غياخد 15 سنه ديال الحبس. حيت ملي كان وقع المشكل بين شهرزاد وجبران مشى احمد عطى لرجالو باش يبحثوا على الدواسه ديال جبران ولقاوه كله مشاكل والدوسي ديالو موسخ ديال بصح. خرجت شهرزاد واحمد من الكوميساريه مشادين في اليدين وقالت عمرني تخيلت النهار ديال عرسي غندوزو في كوميساريه. فالزين هذا. احمد ما تقوليش هكا، بالعكس دابا المشاكل كلها تحلات وغنمشيو ندوزو احسن شهر العسل في البلاصه اللي بغيتيها. دارت يديها على عنقه ونسات باللي راها في الزنقه قدام الكوميساريه. بصح حبيبي. احمد عمرني كذبت عليك. شهرزاد لا صراحه. داز من حداهم واحد البوليسي وحنحن. زعما جمعوا راسكم وهي تحيد يديها عليه. مشاو اتجهوا للسياره وركبوا وبقاو كيتبادلوا القبال ومشاو ديريكت للقصر ديال احمد الخاص. شهرزاد فين جايبني؟ احمد هذه دارك وهنا غنستقروا الا بغيتي، وراني كتبتو في سميتك اصلا. شهرزاد احمد ما كنتيش دير هكا، برك عليا غير نكون معاك. حنقاتو وباسها على راسها. شويه حطات واحد الهليكوبتر في الواحد ديال الجرده ديال القصر. شنو هاد الشيء؟ احمد يلا سيري جمعي شنو خاصك من الحوايج واي حاجه غادا تحتاجيها، راني شريت لك كاع داكشي اللي تقدري تحتاجيه حطيته في الجناح ديالنا. يلا حيت من هنا 2 الساعات خاصنا نكونوا في المطار باش نسافروا للمالديف. شهرزاد شهقات وحلات فيه فمها. ما يمكنش، امتى وجدتي لهاد الشيء كامل؟ عنقاتو وتموا داخلين للقصر. هزوا اشخاصهم وهو نزل سبقها. بقات هي شي نصف ساعه عاد باش نزلات. تصدم فاش شافها، ما عرفهاش في الاول. كانت لابسه كسوه طويله في البلوسيال حتى الارض ودايره واحد الفولار على راسها. عينيه تغرغروا فاش شافها هكاك. شدها من يديها وباسها ليها. الله يرضي عليك شهرزاد، صراحه كان خاصني ناخذ هذا القرار شحال هادي، ولكن ماشي مشكل، المهم هو الهدايه جات دابا وخاصك تعاوني باش نعرف بزاف د الحاجات حيت كنحس براسي مؤخرا بعدت على الطريق ديال الله. احمد انتي انسانه مزيانه وكتصلي وما كتادي حتى شي حد، كان خاصك غير الستره وصافي، وهانتي الحمد لله كتباني ما شاء الله عليك، ومع الوقت غادا تولفي. ايوا مدام نمشيو في حالنا ولا نطلعوا نديروا شي ماتش اخر؟ ضحكات شهرزاد وحشمات. ويلي كنت حشم. احمد ورا رزقي عباد الله. وبقاو كيضحكوا. دوزوا ابطالنا شهر العسل في المالديف كيف كان واعدها، ومن بعد داها دارت عمره. رجعوا من بعد شهرين ديال الغياب على الدار. رجعت وهي حامله وما قاداهم فرحه. الاعمال ديالها كان مقابلهم يحيى، ومن بعد ما بدات كتقل شي شويه في الحباله
ولا احمد هو اللي مسير الشركات كاملين بالمساعده ديال يحيى، وهي كانت كتمشي مره للضروره وصافي، اولا كتخدم من الدار. احمد عاونها بزاف وحيد عليها حمل كبير. بعد مرور 4 سنوات كانوا مجموعين في الفيلا ديال يحيى اللي داير حفله ديال الاسبوع. نورا كانت عاد ولدات واحد البنيته كتحمق، كانوا كاملين ناشطين وضاحكين. اما شهرزاد كانت جالسه مره كتنقر على احمد، كانت حامله وكتوحم وجاها الوحم عليه. يحيى: حسن عوانك الصاد، كيفاش صابر على النقير ديال ضخيتي؟ الحمد لله اللي تفكيت منها في الخدمه. احمد: اعتقني الله يرحم الوالدين، راها فين ما كدور كتعض ليا يدي، قالت لك كتوحم عليا. يحيى: بيناتكم نتدخل انا باش تهرس ليا نيفي؟ لا اسمح ليا. هز احمد ولدو ادم اللي كان نسخه عليه ومشى عند شهرزاد. بركه عليك حبيبه من الحلاوه، راه انت بوحدك سكاره. شهرزاد هزات عينيها وتغرغروا وهي تقول له: هي انا غليظه على هذا الشيء اللي كتقول؟ هذا الشيء اللي بغيتي تقول ليا؟ احمد: لا حبيبه، لا ما تفهمينيش غلط. شهرزاد: اسكت ومشات تابعاه باغا تعضو عاوتاني من يديه. وهكا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال القصه ديالنا. كنشكركم بزاف على الاستماع. حاولت انني ما نطولش عليكم في هذه القصه، وبغيت ندير لكم من كل فن طرب. كنضرب لكم موعد في قصه جديده ان شاء الله الاسبوع الماجي. غير هو حاجه وحده، عافاكم تابوناو في لاشين. راه نسبه كبيره من الناس اللي كيتصنتوا القصص ما مابونيش، لهذا فضلا وليس امرا عافاكم تابوناو في لاشين وديروا جيم وشي كومونتير زوين من عندكم. عطيوني الراي ديالكم في القصه اللي كتبت بنفسي، وبارطاجيو القصه بين صحاباتكم وصحابكم. وانا كنضرب لكم موعد ان شاء الله قصه جديده قريبا على شاشتكم. قصص هنادي. شكرا بزاف.